صباح الفل على كل الزملاء الجمال، كل سنة وحضراتكم طيبين. العيد خلاص الأسبوع القادم. فبنيجي طبعا نخش في الديبيت بتاع كل سنة أجازة العيد، بالذات في الأجازات بتاعة اللي هي العيد الكبير والعيد الصغير. يعني دي اللي بيحصل فيها مشكلة كبيرة جدا ما بين الزملاء وما بين الشركات. أنا دايما يعني كنت طبعا شغال في شركة مالتي ناشونال، فكان هما بيمشوا مع الأجازة بتاعة الدولة. يعني الدولة كانت بتدي مثلا الوقفة وأول يومين، فهم يدوا الوقفة وأول يومين، ونيجي ننزل اللي هو تالت يوم. فتيجي تالت يوم فانت ومديرك مش عارفين تعملوا ايه في بعض. يعني نعمل ايه يا رجاله؟ طيب في تالت يوم ده الدكاتره اجازه، الصيادله اجازه، الصيدليه واقف فيها مثلا الصيدلي يعني هيديك اوردر على ايه ولا نعمل ايه؟ فيقول لك ايه، طب تعالوا المكتب. فتجيب معاك البسكوت بتاعك والكحك بتاعك وتقعد تسقي في الشاي، وادينا قاعدين مع بعض بقى يدينا ويديك عقبال ما تيجي الساعه 5 ولا حاجه. وبعدين او ان هم بقى تفتق ذهنهم بعد كده عن حاجه ظريفه، قال لك ايه، طب ما نستفيد بالوقت. ايوه طب هنستفيد بالوقت، هنلعب دومنا ولا نلعب طاوله ولا نعمل ايه، ونجيب شطرنج معانا. قال لك لا، انزل اعمل سيلز دي. يعني اعدي على 15 صيدليه، اعدي على 15 صيدليه. يا عم الصبح عملناشر وبالليل 13 جمجهم على بعض يبقى 15. ايوه يعني ايه الهدف؟ سعادتك اسلم على الصيدلي اونسه في وحدته الصيدلي ولا اعمل ايه؟ فهو دي المعضله. فكنا ننزل نعدي على الصيدليات، السلام عليكم، اهلا ازيك يا ماجد، عامل ايه اللي بتعمله يا ابني في الشارع؟ عارف اللي هو الكلام نظام بقى ايه، انت بتعمل ايه في الشارع صحيح؟ احنا بنعمل ايه النهارده؟ انا جاي اعمل ايه في عندكم؟ فانا جاي اغني. فهي دي المعضله الكبيره. وده بقى بالنسبه للادارات اللي موجوده. طبعا كان القصه بتاعت اللي انا كنت فيها المالتي ناشونال، هم شغالين في قصه ان دي مالتي ناشونال لكن اللي بيديرها مصريين، فدي العقليه بتاع المصريين. فدايما كنت اكلم الزملاء عندي في التيم عن حاجه اسمها ايه، المينتاليتي والماتيوريتي. ايه المينتاليتي والماتيوريتي؟ وفي فرق ما بين الاثنين. المينتاليتي دي اللي هي العقليه، انت بتفكر ازاي، دي مينتاليتي. فانت في تلاقي واحد تراديشنال، واحد مش عارف إيه، ده تفكيره، ده مينتاليتي. الماتيوريتي حاجه تانية خالص بقى. الماتيوريتي هو النضج، ان انت بتقدر تو انالايز الداتا دي وتاخد قرار. القرار بتاعك ده بيدل عن مدى الماتيوريتي بتاعتك. فيعني ايه بقى المقصود؟ يعني ليه ادخل المينتاليتي والماتيوريتي ادخلهم في اجازه العيد؟ عشان اقول لاي هاير مانجمنت موجوده في الدنيا او اي شركه موجوده في الدنيا، انت عندك الاجازات دي لما بتيجي عندك كده هو او عن طريق الدوله، فانت كشركه دوله قائمه بذاتها. انت دوله قائمه بذاتها. ما حدش يقول لك يا باشا انا هدي الناس شهر يا جدعان اجازه قشطه بالصلاه على النبي، احنا الدنيا براحه عندنا. او ان انا هدي الناس اسبوع او هدي الناس. فدي بقى الليفل اوف ماتيوريتي اللي هو ايه، هو الناس دي اجازه عيد، هم اجازتين عيد طوال، اجازه العيد الكبير واجازه العيد الصغير. لو انا نزلتهم ثالث يوم العيد ورابع يوم العيد في العيد الكبير، او ثالث يوم العيد في العيد الصغير، هيعملوا ايه؟ هيفلوا بعض يعني. هينزلوا يتمشوا في الشارع الفاضي. المينتاليتي بتقول ايه بقى؟ قصدي هم المينتاليتي بتاعتنا المصريين بقى، كاتش الاوبورتيونيتي. ايوه بقى الشارع فضي يا نجم، اجري ورا الاوبورتيونيتي هتلاقيها لوحدها. انت كده الاول الاوبورتيونيتي بتستخبى منك، دلوقتي الاوبورتيونيتي ايه؟ فاضي الشارع، انت والاوبورتيونيتي وحدك يا صاحبي، وثالثكما الشيطان. اقفش في الاوبورتيونيتي. فدي المينتاليتي. لكن الماتيوريتي بتقول ايه؟ ان الناس دي، الشركه كانت بتجيب في الايام العاديه كسيلز بتجيب ليكن مليون جنيه. في اليوم ده بما ان الناس كلها اجازه والكلام ده كله، هتجيب 50,000 جنيه، 100,000 جنيه. هل ده يساوي ان انا اقدر الزميل اللي عندي واقلل الموتيفيشن بتاعه واعمل له دي موتيفيشن، ان لا مؤاخذه كل الناس قاعده في بيوتها وعيلته قاعده في بيتها او عند قرايبه مثلا، وهو سايبهم ونازل الشغل؟ ما تساويش دي موتيفيشن. فبالعكس ده المينتاليتي هنا لما تتحد مع الماتيوريتي، ان انا يعني عارف انت بيقول ايه، كوست افيشنسي وايز كده، مش جايبه همها. لا انا اديله الاجازه بتاعت العيد عشان يرجع لي مبسوط، ويرجع لي يقول لي لا الشركه دي عين كل حاجه بتسمع في السوق. الشركات اللي هي بتاخد تدي الوقفه بس، تدي مش عارف ايه، كل ده بيسمع في السوق. يعني في كل فسوه صغيره بتسمع في السوق. فالنهارده عشان كده انا بكلم كل الهاير مانجمنت، واكلم كل اصحاب الشركات، خلي عندك الليفل اوف ماتيوريتي عالي قوي في التعامل مع الناس. النهارده كان لسه واحد زميلي كان بياخد معايا الام بي ريت، ومنزل فيديو كده صغير بيتكلم على ان الاتش ار دلوقتي سموهم البي اكس، اللي هو ايه، اللي هو عباره عن بيبول اكسبيرينس، اللي هو ازاي ان انت تحسن الاكسبيرينس بتاعت الناس طول ما هم موجود في الشركه، فتخلي الكالتشر كويس. هو ده اللي انا اقصده. الليفل اوف منتاليتي بتاع بعض الناس ما زال عايش في العصر الحجري بتاع زي المحلات كلها قافله، فانا المحل بتاعي واقف، فاي حد هيعطل هيجي لي، فاليوم ده هنكسب. انت هتقعد انت والواد دقدق في المحل قاعدين باصين في بعض، الواد دقدق عمال يسقي الشاي يسقي البسكوت في الشاي، وبتبصوا لبعض وانت قرفان منه وهو قرفان منك. قوم يا
واد نضف لي الارفف، ما تقعدليش كده هو يا باشا، ما فيش حد، ما فيش زبون تف في وشنا، فبعمل لك ايه يعني؟ ما انت اللي جايبني. لا لا مش عجباني شكل البضاعه، رص لي البضاعه الناحيه دي، لا انقلها الناحيه الثانيه. ارجو من اصحاب الشركات والهاير مانجمنت يبقى عندهم الليفل اوف مينتاليتي والليفل اوف ماتيوريتي عالي جدا في التعامل مع الناس عشان تكسبوا الناس. صدقني اليوم بتاع العيد او اليومين بتوع العيد دول انت مش كسبان فيهم حاجه، بقدر ما ان انت ممكن تكسب الزميل اللي عندك دون موتيفيشن اعلى وارتباط بالشركه ولويالتي اعلى، لما يلاقي نفسه هو لا واخد الاجازه عادي. خصوصا ان احنا شغلانتنا رخمه جدا في ان انت ما بتقعدش كتير مع اسرتك، انت طالع عين اهلك في الشارع من الصبح بالليل، فيا دوبك بيشوفوك على الغدا، ده لو شافوك على الغدا اصلا، وبتدخل روح لهم هم نايمين بالليل ويصحوا الصبح يلاقوك نازل ايه، هم نزلوا وانت تنزل وراهم. فلا ادي لهم يا عم الثلاث ايام بتوع العيد يعني، واقسم بالله ما هتكسب يعني، مش هم دول اللي هيحققوا لك التارجت يعني. وادي للناس يا عم الاربع ايام بتوع العيد، ايه المشكله يا باشا؟ رجع ادي يا جماعه الخير يعني. مش عارف اقول لكم ايه، بس الكالتشر اهم في كتير جدا انها ممكن تعوض المرتب. في اكتر من كده، الكالتشر بفلوس، تعاملك مع الناس بفلوس، المرتب فلوس، كل حاجه بتقاس النهارده بفلوس. النهارده ممكن واحد يسيب شركه ويروح شركه تانية اقل ب1000 جنيه عشان يشتري راحته النفسيه، مش راحته الجسديه ان هو هينتخ يعني. صباحكم بيضحك، كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب. الهاير مانجمنت في الشركات او الشركات، حتى لو ما فيش حاجه اسمها شركه بير سلم، انت لازم تخرج من المنطق ده يا باشا. لا، انت شركتك ادارتك دي بلد صغنونه تقدر تديرها باحسن شكل ما يكون وتحبب الناس فيها. صباحكم بيضحك، كل سنه وحضراتكم طيبين ويا رب عيد سعيد عليكم كده، وتاخدوا العيد كله اجازه يا رب، وترجعوا كده فريش كده مبسوطين جدا، وتنطلقوا كده هون بعد كده تو كاتش الاوبورتيونيتي.